السلام عليكم. في اوقات كده ما تبصش على ادائك، يعني اداء الزمالك ما تبصش عليه في الاوقات دي. يعني احنا كده كده عارفين اداء الزمالك من اول السنه، فاحمد ربنا اللي احنا خدنا التلاتة بونت وخلاص. يعني في اوقات كده ما تبصش على اداء الفريق، انت اهم حاجه تاخد 3 بونت وتجري في ظل الظروف اللي بيمر فيها بيها الزمالك من اول السنه، واللي هو يكسب 5 مباريات في 4 شهور ونص، ويخرج يعتبر من جميع البطولات اللي هو داخل فيها. يعني كاس الرابطة خرج، كاس مصر خرج، دوري ابطال افريقيا خرج، الدوري بعيد عنك. فانت بتحسن يعني وضعك في الجدول وبتحسن شكلك، فاحمد ربنا اللي انت خدت 3 بونت يوقفوك على حيلك شوية، يفوقوك. انسى ادائك في المباراة، ادائك تبص على اداء اللعيبة اما يكون انت اصلا كويس جدا وفايق في البطولات، وتزعل من الاداء بقى. لكن انت كده اصلا في البطولات خارج، وادائك وحش ونتائجك وحش، فاحمد ربنا ان انت بتطلع من حاجة تاخد حاجة. هتيجي بقى هتكلم عن المباراة، الزمالك ما كانش كويس خالص في المباراة. يعني الفترة اللي كان كويس فيها لما بتحس ان الزمالك عنده كثافة هجومية، والمفروض الاهلي والزمالك يعني انا بشوف الزمالك بيبقى افضل حالاته لما بيلعب ب4-2-3-1، بيقدر ينتشر هجوميا كويس، فبيقدر يهدد المرمى المنافس. وده الفترة اللي الزمالك كان حلو فيها، اما تحس اللي هو اللي جه فيها الجول، تحس اللي كان فيه يعني كثافة هجومية. والمفروض الاهلي، انا شايف الاهلي والزمالك يعني بامكانياتهم وامكانيات اللعيبه بتاعتهم اللي هم يلعبوا بكثافه هجوميه. يعني مش عارف ليه بيلعبوا ب4-3-3 مثلا، ليه 3-4-3؟ كل واحد ليه طريقه. انا من وجهه نظري 4-2-3-1 مناسبه جدا لاداء لعيبه الزمالك او للزمالك، يعني وجمهوره بيحب الاداء الهجومي. انت كده كده يعني ادائك مش، يعني نتائجك مش قد كده، هاجم. فانا شايف الطريقه اللي بتناسب نادي الزمالك من وجهه نظري هي 4-2-3-1. هتكلم على محمد عبد الغني، انا مش شايف محمد عبد الغني كان في المباراه يا جماعه من وجهه نظري. يعني مع ان انا شايف اللي هو توظف كده احسن، يعني لو هتلعبوه ما تلعبوش في الظهر، ما تخلوش في الدفاع، بيخربها من وجهه نظري. في خط النص هو ممكن حد يشيله، دونجا يشيله، والسيسي يشيله بقى، زيزو يرجع يشيله، في خط دفاع وراه يشيله. لكن محمد عبد الغني انا بشوفه، شفته النهارده بيستخبى ورا اللعيبه، خايف ياخد الكوره، ما بيظهرش. يعني مش طارق حامد اللي يظهر لك عشان يستلم منك، مش دونجا اللي يظهر لك، مش السيسي. فانا شايف محمد عبد الغني وحش في الدفاع، واما توظف في خط النص ما كانش موجود. ده بالنسبه لمحمد عبد الغني. هاجي على حاجه بقى، دونجا كان كويس جدا. دونجا قبل السيسي ما ينزل كان شايل محمد عبد الغني وشايل خط النص، اما السيسي نزل ريح دونجا شويه بصراحه. بس اداؤه يعني بدانا نشم دونجا بتاع بيراميدز شويه، بتاع الاسيوطي، واخد بالك؟ فده حاجه كويسه. محمد صبحي لازما يعني خلي بالك، الزمالك بيلعب حته كويسه مع الاجوان، هتبقى كويس هتلعب، هتبقى وحش هتقعد. غير الاهلي في فرق بين محمد الشناوي وشوبير وعلي لطفي، في فرق كبير. لكن محمد صبحي وعواد قريبين، فاللي هيبقى كويس هو اللي هيلعب. محمد صبحي بقاله كام ماتش مش عارف فيه دي بالنسبه لمحمد صبحي. احمد فتوح انا شايف من افضل باك شمال في مصر. لو هنعتبر علي معلول طبعا هو هو تونسي، لكن هو انا شايفه لسه صغير، حافظ عليه. حتى يعني انت مش من عندك مصطفى محمد برضاك او غصب عنك، ساسي برضاك او غصب عنك، بن شرقي برضاك او غصب عنك، طارق حامد. فحافظ بقى على واحد زي ده، يعني انت اتأثرت بمشيان الناس دي، فده يعني حافظ بقى، حافظ على فتوح باك شمال. مصر ما فيهاش باك شمال كويس، فده كويس ومهاري يعني نشوفه في الملعب بتستريح له، فحافظ عليه. هاجي بقى على كرة الجون يا جماعة، هي اوفسايد، بس افرض هي مش اوفسايد، يعني التلاتة يكونوا لوحديهم كده، التلاتة بتوع البنك الاهلي لوحديهم، هو مش يطلع وخلاص، مش هيطلع واطلع واسيب 3 وانا متغطي اصلا. كان فتوح اما اتخبط، يعني الكرة لو الاتنين بتوع البنك الاهلي رجعوا شوية او اخروا نفسهم شوية عقبال ما الكرة تتلعب كانت هتبقى جول.
عشان فتوح اتزق او مش اتزق يعني، اتخبط بقى غطى الاوفسايد. فلازم الارتكاز يا جماعه، لازم أنا اكون واقف. لا يعني خط الدفاع بحس اللي هو سارح، لازم أنا اشوف انا واقف فين، انا مغطي صح ولا لا، انا ماسك اللعيبه ولا لا، انا مش برص وخلاص فاول. لكن هتيجي على المستوى المجمل بتاع المباراه، البنك الاهلي كان افضل من الزمالك في الشوط الثاني او من بعد الجول اللي الزمالك جابه. كده ترتيب نادي الزمالك الحمد لله وصلنا للمركز الرابع ب 36 بونت. الاهلي طبعا 47 من 19 مباراه، فيوتشر 45 من 22 مباراه، بيراميدز 40 من 22 مباراه، الزمالك 36 من 22 مباراه، الاتحاد 36 من 22 مباراه. بينك وبين الاهلي بعد ما يكسب الثلاث ماتشات المؤجله دي عشان يتساوى بيك هيبقى فرق 20 بونت، بعيده قوي. بينك دلوقتي وفيوتشر 9 بونت، هو لاعب 22 وانت لاعب 22، بيراميدز 4 بونت. افتكر مش بعيده اللي انت تقدر توصل للمركز الثاني، ثلاث ماتشات مش كتير ان شاء الله. بس انا شايف مش يعني اداء يكون كويس، اللعيبه بقى يكون عندهم يعني يخافوا على تيشيرت نادي الزمالك، احس بحراره اللعيب. اخسر، احنا كجمهور الزمالك مش فارقه معانا، اخسر. ما انت بقالك يعني انت قعدت 10 سنين بتخسره قبل كده وبتخسره كتير وبتلاقي الجمهور في ظهرك. احنا عايزينك تلعب برجولة وخلاص، العب برجولة واخسر يا عم، هتلاقي الناس بتطلع تسقفك. ولو انت لسه بتسمعني يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.